ومثل ما قلت لكم هذه القصة قد نقلها الشيخ عوض بن حمد بن بقصة على لسانه في لقاء معي سابق قبل حوالي عامين، ولكن نظرا لطلب المشاهدين وحيث أن قناتنا زادوا المشاهدين فيها وإكراما لهم وترحيبا لهم سوف نعيد هذه القصة للي طلبها واللي ما بعد استمع فيها. فتعرفون قبل 70 عام، يعني في أواخر الخمسينات وأول الستينات، كانت البادية وصحاري الجزيرة العربية وسائل المواصلات هي المطايا الهجن، يتنقلون البادية على ظهور الهجن من مكان إلى آخر. فالسيارات كانت شبه معدومة ولا توجد إلا عند الحكايم، يعني الحكومات، يعني مثل عند الجيش أو عند الشرطة، وكانت في المدن. الصحاري هذه ما شيئها لا حكومات ولا ذاك الأيام. فصعب التنقل والسيارات شبه معدومة. وكانت أول سيارة في تاك الأيام جات هي سيارة ثلبي، واحد إنجليزي ويقولون له البادية الثلبي، وكانوا غريبة عندهم السيارة ويشوفونها ويشوفون أثرها، وشيء يعتبر من الأشياء الغريبة جدا، ما يعرفون السيارات. وإذا مرت السيارة هذه يبقى ريح بترولها على مدى 24 ساعة والناس تروحها من نظافة البيئة ومن نظافة ففي هذه الأيام